ودنت عشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان، هي أفضل الأيام في الدنيا فكن فيها مجدا واستبق لجناني. يعني تخيل أخي الكريم الفاضل، لو أنا قلت لك دلوقتي انت قدامك عقد عمل 10 ايام ب1,000,000 جنيه، ايه رأيك؟ انا دلوقتي جاي اتكلم عن 10 ايام اغلى من الدنيا واللي فيها، اغلى من اموال الدنيا واللي فيها. 10 ذي الحجة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل ايام الدنيا ايام العشر. استقبلوها بالعبادة واغنموا فضل الاله الواحد الديان. افضل من رمضان اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال ان من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. افضل من رمضان، افضل من رمضان، افضل من العشر الاواخر من رمضان اللي الناس كانت معتكفة في الجوامع واللي مش معتكف قاعد نص اليوم في الجامع. افضل من العشر الاواخر من رمضان على قول جمهور العلماء، ليلا ونهارا. ليلها افضل من ليل العشر الاواخر، ونهارها افضل من نهار العشر الاواخر، الا ما كان من ليلة القدر. طبعا افضل ايام الدنيا ايام العشر. ايام العشر تهليل عبادات وتكبير، بايام مباركة على الدنيا هي الخير. ابن عباس روي عنه ان الحسنة فيها ب700 ضعف، يعني ثواب صفحة القرآن بثواب 700 صفحة، يعني ثواب قراية صفحة قرآن في الايام العشر افضل من ثواب ختمة قرآن خارج الايام العشر. فمن يضيع هذا الثواب؟ من يضيع هذا الثواب العظيم؟ الامام الاوزاعي يقول ان عبادة الله في هذه الايام العشر كل يوم منها يعدل اجر غزوة في سبيل الله. فان لم تثقل موازيننا في هذه الايام فمتى ستثقل؟ لو ما تقلتش ميزانك في الايام دي امال هتتقل امتى؟ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر.